مرحبا أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في قناتنا اليوم، حيث سنكشف لكم أحد أكثر الألغاز والظواهر الغامضة التي تثير الفضول العالم بأسره. نعم، إنه مثلث برمودا. هل سمعتم به من قبل؟ إذن استعدوا للانغماس في عالم الغموض والمغامرة. قبل أن ننطلق في هذه الرحلة المثيرة، دعونا نتعرف على ماهية مثلث برمودا. مثلث برمودا هو منطقة تقع في المحيط الأطلسي بين جزيرة برمودا وبورتوريكو وميامي في فلوريدا، وقد أثارت هذه المنطقة الكثير من جدل والتساؤلات، لأنها شهدت اختفاء عدد كثير من السفن والطائرات بشكل غامض، وتشتهر أيضا بالظواهر الغريبة مثل الأضواء الغامضة والانعكاسات المشوشة على البوصلات. فما هي القصة وراء هذا المثلث الغامض؟ هل تصدقون أن هناك أشخاصا وسفنا اختفت بلا أثر في هذه المنطقة الملعونة؟ نعم، تماما كما تسمعون. تاريخ مثلث برمودا يمتد لعقود من الزمن، وما زال يثير العديد من التساؤلات. لدينا العديد من القصص المروعة والشهود الذين يزعمون أنهم شاهدوا أمورا غير مفهومة وغامضة في هذه المنطقة. سنتعرف على بعض من تلك القصص المخيفة في هذا الجزء من الفيديو. في ديسمبر 1945 اختفت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تدعى نافيغاتور بوينت، وكانت تنقل 14 شخصا بما في ذلك طاقم الطائرة. اختفت الطائرة في ظروف غامضة أثناء رحلتها فوق مثلث برمودا، ولم يعثر على أي أثر للطائرة أو ركابها. في سبتمبر 1925 اختفت سفينة US كوتن توبل تابعة للنرويج، والتي كانت تحمل شحنة من الكحول والمشروبات الروحية. لم يتم العثور على السفينة أو طاقمها، وبقايا من الكحول تطفو على سطح البحر فوق منطقة مثلث برمودا. في ديسمبر 1948 اختفت طائرة تجارية تابعة لشركة طيران ستار تايفر أثناء رحلتها من ميامي إلى كاراكاس. تحطمت الطائرة في البحر بقرب من مثلث برمودا، ولم يتم العثور على أي ناج أو حطام من الطائرة. في سبتمبر 2007 اختفت سفينة US مارين ستون تابعة للبحرية الأمريكية أثناء رحلتها في مثلث برمودا، وكانت السفينة تحمل طاقما يتألف من 42 شخصا. لم يتم العثور على أي أثر للسفينة أو للطاقم. بعد سماع تلك القصص المروعة، يجب أن تسألوا معي: هل هذه مجرد أساطير وخيال، أم هناك شيء حقيقي وغامض يحدث في هذه المنطقة؟ سنكتشف الآن بعض النظريات والتفسيرات المثيرة للاهتمام التي تحاول أن تجيب عن تلك الأسئلة المحيرة. هل يوجد شيء خارق للطبيعة هنا؟ هل تعرضت تلك السفن والطائرات لظروف جوية غير معروفة؟ أم هناك شيء غير مرئي يتحكم في المنطقة؟ وها نحن في منتصف الرحلة المشوقة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا للحصول على محتوى أكثر غموضا وإثارة. اضغطوا على زر الاشتراك والجرس لتكونوا أول من يحصل على تحديثاتنا الجديدة. ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتفتحوا لهم بابا إلى عالم الغموض. هنا بعض النظريات المشهورة التي تحاول تفسير الغموض مثلث برمودا. الظروف الجوية المتطرفة. تشير هذه النظرية إلى أن مثلث برمودا يتعرض لظروف جوية غير عادية، مثل العواصف المدمرة والتغيرات المفاجئة في ضغط الهواء والرياح. يعتقد أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تشويش على أجهزة الاتصال والبوصلات وتعطيل الملاحة، مما يسبب حوادث الاختفاء. البحر الغاطس. تشير هذه النظرية إلى وجود منطقة بحرية غاطسة
أو بقعة سوداء في قاع البحر تؤدي إلى امتصاص السفن والطائرات وتجعلها تختفي دون أن يترك أثرا. يعتقد أن هذه البقعة السوداء تكون نتيجة لظواهر طبيعية غير معروفة. الأنشطة الكهرومغناطيسية. تشير هذه النظرية إلى أن هناك اضطرابات كهرومغناطيسية غير عادية في مثلث برمودا. يعتقد أن هذه الاضطرابات قد تؤثر على الأجهزة الإلكترونية والأنظمة البحرية، مما يؤدي إلى حوادث الاختفاء. ثقوب زمنية. تشير هذه النظرية إلى وجود ثقوب زمنية أو ممرات فضائية إلى مثلث برمودا. يعتقد أن هذه الثقوب يمكن أن تسبب اختفاء مؤقتا للسفن والطائرات قبل أن يعودوا مرة أخرى بعد فترة زمنية. تذكر أن هذه النظريات لا تزال مجرد افتراضات وتفسيرات، ولا يوجد دليل قاطع يدعم أي منها. إنها مجرد محاولات لشرح الظاهرة الغامضة والمثيرة للاهتمام في مثلث برمودا. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الرحلة في عالم مثلث برمودا المرعب. لقد رصدنا العديد من القصص والنظريات الغامضة، ولكن السؤال الأهم لا يزال قائما: هل هناك حقا شيء مرعب يحدث في تلك المنطقة؟ تابعوا قناتنا للمزيد من الألغاز والمغامرات المشوقة. نشكركم جميعا على المشاهدة ودعمكم المستمر، ونراكم قريبا في مغامرة جديدة. أشكركم جميعا على وقتكم وصبركم في اكتشاف هذا العالم المرعب. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. نحن نحب أن نكون جزءا من مجتمعكم المثير للاهتمام، فشاركونا تعليقاتكم وأفكاركم في مربع أدناه. وحتى اللقاء في مغامرات قادمة. أصدقائنا الأعزاء،